بسم الله الرحمن الرحيم. معكم متحدث ياسر عنزي. أنا عند محطة غسيل السيارات اللي على طريق اللي هو الدمام الرياض. هذه المحطة الحقيقة أنا غسلت سيارتي اليوم العصر وحطيت مبلغ تقريبا 150,000 كان تحت المرتبة، لكن بيض الله وجه الأخ أول شيء أكرم، الله يجعل إن شاء الله ميزان حسناته ما فعله. يعني حقيقة أنا عايز عن الشكر، لأني الحقيقة لو وفيته وأعطيته أسأل الله الجزاء من الله قبل كل حاجة. لو غيره شال فلوس أقعد عاد حنا روح وكذا، والحكومتنا الرشيدة حقيقة غنية عن الإهمال اللي حنا فيه. إن الواحد يهمل، وأنا أعتبر من خطأ أنا شخصي حقيقة إني أحمل فلوس في السيارة، ولكن غصب عني تحصيل إيجارته وكذا. هذا الأخ اسمه الكريم عبد الله محسن محمد غانم. عبد الله محسن غانم المحطة. ونعم والله الله يطول عمرك. وهذا المحطة هو اللي جاب الرجال ده، وأنا والله ما دريت إلا يوم جيت قال فلوس، قسما بالله. والله تبين متسرقة، لكن أحمد الله على أول حاجة أمانة هذا الشخص الحقيقة لا تقدر بثمن. يشهد الله والله إن كان أخذهم وراح على اليمن وشلت تغني، لكن يغنيها الله من فضله قبل كل حاجة. وأنا عايز عن الشكر حقيقة، وبيض الله وجهه ألف شكر لك يا أخ أكرم. أكرم مين؟ أكرم عبد المهيب صالح. ونعم والله مشكور لك ألف شكر. السلام عليكم. وعليكم السلام.